السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أكلة جميلة جدا مع بعض، كيكة. يلا خليكم معايا وهنشوف. اهو بدأنا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنجيب 3 بيضات. نبدأ بقى على طول مع بعض كده. المكونات كلها في 3 بيضات اهو، وجبنا الفانيليا، مكون فانيليا اهو بنحطهم، وادي السكر اهو هننزل بيه. نجيب المضرب. طبعا بنقعد نضرب بقى لعند ما نعمل قوام كده حلو. ودي بقى جبنا اهوت البشر الليمون وعصير بشر البرتقال وعصير البرتقال. خليكم معايا. طبعا اهم حاجه بقى بتخلي الكيكه تنجح وتبقى جميله كده وهشه وحلوه، هو ان انت تضربها كويس في الخلاط او بالمضرب، مش اقل من 10 دقايق مع الحاجات. تنزلي بالحاجات بالمكونات حاجه حاجه كده بالراحه، وتقعدي تضربي فيها 10 دقايق لحد ما تعملي قوام كويس. دلوقتي نزلنا بالزيت اهو شويه شويه، هنقعد نضرب برضو فيها تاني. بس سوري بقى معلش، لازم معلقتين سمنه كبار. معلش بقى البتاع ده المضرب بهدل الدنيا خالص. المفروض الواحد يضرب بقى في حاجه غويطه عن كده شويه، عشان المضرب بيطلع كده حاجات لفوق، فبهدل المكان شويه معلش. دلوقتي بقى نجيب معلقتين لبن بودره او مبستر يعني، وهنحطهم، هيدوا قوام وطعم حلو. معانا بقى 2.5 كوباية دي اهم، هننخلهم كويس يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا معايا في القناة، وتكتبوا لي كومنت كويس، وتعملوا لي لايك، وتقولوا لي رايكم ايه في الكيكه اللي انا عاملاها. دلوقتي بقى هنحط مع بعض باكو من الشيف كيك، اللي هو محسن كيك. ده جميل جدا، بينفشها وبخليها عاليه واسفنجيه وجميله. خليكم معايا للاخر وانت هتشوفوا احلى كيكه. طبعا اول بيكنج باودر مفيش مشكله، ده او ده. كده خلصنا كل المكونات اهي، وهنبتدي بقى نضرب مع بعض. هنجيب المضرب ونبتدي بقى نقلب بالراحه كده، عشان ايه الهواء ما يخرجش منها يعني، زي ما احنا عملناه في المضرب. وطبعا بنعمل كله في اتجاه واحد، في اتجاه زي ما انتم شايفين كده. بنفضل مستمرين في التقليب في اتجاه واحد اهو، لعند ما نظبطها ونلاقي بقى قوامها بقى اتظبط كده وبقى حلو. هتشوفوا دلوقتي القوام بتاعها جميل جدا وهيعجبكم. طبعا هي كانت لسه ما كملناش 2.5 كوباية دي بقيتها. طبعا احنا بننزل بالمكونات شويه شويه كده.
خليكم معايا وهنشوف. احنا خلاص كده اهو، دي اخر حاجة، وهنبتدي نقلب بقى عشان ايه تشوفوا معايا بقى القوام بتاعها جميل جدا ويعجبكم. ما بتاخدش 3 دقايق وتلاقيها طلعت كده وجميله. ممكن الصبح على الفطار لو مش جايلك نفس، او الولاد مستعجلين، او اي حد مستعجل على الشغل، كوبايه شاي وقطعه كيك، او بالليل. طبعا كل خلاص الضرب في احنا اتجاه خلصنا. واحد عشان الهواء. شوفوا بقى القوام بتاعها هتلاقوه جميل ما شاء الله. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ولا تقيل ولا خفيف، هتعجبكم. قولوا لي بقى رايكم ايه، واشتركوا معايا في القناه. اهو بصوا شايفين، حبيت اوريكم بس اهو. شايفين ما شاء الله قوامها جميل قوي. ان شاء الله هتطلع كيكه جميله وهتعجبكم. نجهز بقى الصينيه معاكم اهو، نجيبها نحط طبعا فيها شويه زيت ودقيق اهو. هننزل بقى بيها في الخليط بالخليط ننزل بقى اللي احنا ضربناه كله اهو، زي ما انتم شايفين كده. اهي خلاص كده خلصنا. هنخبطها بس خبطتين كده عشان نطلع الهواء منها، وان شاء الله ايه هتعجبكم. طبعا احنا لازم نخبطها خبطتين كده عشان الهواء. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وتقولوا لي رايكم ايه.